أول فيلم طويل صامت صناعة مصرية خالصة، فيلم زينب. محمد كريم كان عنده رسالة عايز يوصلها من صناعة السينما. فضل حلمه في انه يعمل فيلم يعرف بيه العالم الصورة الحقيقية للعادات والأخلاق المصرية اللي كان دايما بيصوروا الغرب انه جاهل. فقرر كريم يعمل فيلم زينب عن رواية للأديب محمد حسين هيكل، مؤسس الرواية المصرية الحديثة. الرواية صدرت سنة 1914 وكانت أنسب رواية ياخدها المخرج محمد كريم ويعدها للسينما علشان بتحقق هدفه في أول فيلم صناعة مصرية من أول الرواية. وبيعتبر فيلم زينب هو أول لقاء بيجمع ما بين العمل الأدبي والعمل السينمائي. بدأ يدور على جهة إنتاجية وللأسف كل المنتجين رفضوا. عرض مشروعه على مين؟ على صديق عمره يوسف وهبي، وبعد مقابلات قدر يقنعه إنه يدخل مجال الإنتاج، واتفقوا إن يكون فيلم زينب هو أول إنتاجهم. بدأ محمد كريم يدرب الممثلين على الأداء السينمائي، وقدر يقنع بهيجة حافظ بنت إسماعيل باشا حافظ إنها تعمل بطولة الفيلم قدام سراج منير. بهيجة حافظ هي اللي عاملة الموسيقى التصويرية بتاعت الفيلم، وهو أول فيلم يتعمل له موسيقى تصويرية. والأول مرة في تاريخ السينما المصرية قدر محمد كريم يضيف جزء بالألوان عبارة عن 400 متر اتبعتت باريس عشان تتلون. ولأول مرة في فيلم سينمائي مصري يستخدم الكاميرا كرين. قصة الفيلم بتدور أحداث الفيلم عن الحب اللي جمع ما بين قلبين وفرقتهم العادات والتقاليد من خلال قصة حب بتجمع ما بين زينب البنت الريفية اللي بتشتغل أجيرة في أحد الأطيان الزراعية وما بين إبراهيم اللي بيتولى متابعة الزراعة. طبعا أهل زينب بيرفضوا الحب ده وبيغصبوا عليها تتجوز حسن الشاب الغني اللي معاه فلوس. في التوقيت ده بيسافر حبيبها إبراهيم يؤدي الخدمة العسكرية وبيسيب حبيبته غصب عنه. زينب بتعاني من فراق حبيبها ومن قسوة جوزها، بتمرض وبتصارع الآلام الجسمانية والنفسية لدرجة إن حبيبها بيحس بألمها رغم إنه بعيد عنها. بهيجة حافظ ألفت الموسيقى التصويرية اللي كانوا بيشغلوها على اسطوانات خارجية أثناء عرض الفيلم. اتعرض الفيلم في إبريل سنة 1930 في سينما متروبول. الفيلم نجح، كتبت عنه الصحف المصرية والأجنبية. محمد كريم حقق حلمه وصنع أول فيلم مصري خالص مأخوذ عن عمل أدبي مصري خالص. محمد كريم ما خدش ولا مليم في الفيلم. تابعونا.